بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاء جديد من قناة موسوعة تراخيص المرور، بنحاول نرد فيها على أهم وأسئلة واستفسارات حضراتكم اللي وردت في القناة في خلال الأسبوع. لو محتوانا يهمك وعاوز تعرف حل مشكلتك، تابعنا للنهاية وأكيد هتستفيد. دلوقتي رخص القيادة الشرطية بالنسبة للمجندين بوزارة الداخلية بتطلع من المرورات التابع لها جهات عملهم. تمام؟ يعني أنا في مديرية أمن القاهرة بطلع رخصة قيادة الشرطة من مرور القاهرة. أما باجي أخلص تجنيد معايا رخصة القيادة الشرطية، بطلع لها شهادة بيانات من المرور بتاعها وشهادة مخالفات. تمام؟ ودولت اللي بحتاجهم في الرخصة العسكرية أو الرخصة الشرطية اللي بحولها بعد كده رخصة مهنية درجة ثالثة أو درجة تانية على حسب مدة خدمتي. يبقى باخد شهادة بيانات لرخصة القيادة الشرطية مع شهادة المخالفات، وأطلع المرور بتاعي اللي في محافظتي سواء أنا بحري قبلي، وبطلع رخصة من هناك. تمام؟ بيحسب لي مدة الرخصة الشرطية أو العسكرية. لو 3 سنين فأكثر باخد رخصة مهنية درجة تانية، أقل من 3 سنين باخد رخصة درجة تالتة. تمام؟ والرخصة الشرطية أو الرخصة العسكرية بتعفيني من الاختبار الفني في القيادة ومن الاشتراك في مدرسة تعليم القيادة. التكاليف هتوصل لقد إيه؟ التأمينات والنقابة العمالية والأوراق والفيش والكوميسيون والكلام ده بتوصل لها حوالي 3000 أو 4000 جنيه. تمام؟ أول حاجة بعملها صورتين وصورة البطاقة، وأطلع المرور بتاعي معاه رخصة الشرطة اللي هي شهادة البيانات، وبعرف الموظف إن أنا كنت سواق في الداخلية ومعايا بيانات للرخصة الشرطية وعاوز أطلع رخصة مهنية. بيحسب لي المدة، بيشوفني بطلع تالتة ولا تانية، ويحدد لي كوميسيون اللي هم صورتين وصورة البطاقة، وبحدد كوميسيون. رجعت في الكوميسيون باخد تسريع مؤقت لحد شهر أو ب3 شهور لحد ما أخلص موضوع التأمينات العمالية وغير منها في البطاقة سواق. بعد ما غير منها في البطاقة سواق وسدد التأمينات وسدد النقابة، باخد كمالة ال3 سنين بتاعة الرخصة بتاعتي. تمام؟ طيب لو عاوز استبدل زي ما قلنا قبل كده، لازم تكون المدة البينية تمت، اللي هي ال3 سنين من بين الدرجات، ما بين التالتة والتانية 3 سنين، وما بين التانية والأولى 3 سنين. كنت سواق زي ما قلنا 2 مثلا، بكمل عليهم واحدة سنة كمان للرخصة التالتة، بعدهم بكمل بستبدل الدرجة التانية. يبقى الرخصة الشرطية كانت ب2 سنين، طلعت رخصة تالتة بسنة، يبقى كده 3 سنين من حق ان انا استبدل بعد كده للرخصة المهنية الدرجة التانية. تمام؟ محمد نبيل بيسأل: انا اشتريت موتوسيكل، انا تالي التوكيل وعاوز استغنى عن الترخيص، علما بان المرور بتاعي غير مرور ترخيص الموتوسيكل. فهي المتبع حضرتك المفروض معاك عقد مسجل عشان تقدر تسلم اللوحات المعدنية للاستغناء عن الترخيص. تمام؟ وفي الحالة ديت بتعمل شهادة مخالفات لرخصة الموتوسيكل من نيابة المرور، وبتفك اللوحات المعدنية وتسلم المخالفات والرخصة المنتهية واللوحات للمرور بعد سداد الضرائب والرسوم المتأخرة، وتاخد حاجة اسمها نموذج 105 مرور. حبيت ترخص في أي وقت بتقدم النموذج ده للترخيص بديل للرخصة. تمام؟ يبقى عشان أسلم الاستغناء عن الترخيص بكون المالك أو معايا عقد مسجل، بسلم النمرتين والرخصة المنتهية وشهادة المخالفات، وباخد نموذج 105 مرور. تمام؟ محمد عبيد بيسأل: بعت عربية بعقد مسجل، البيع باع لواحد تاني بتوكيل، العربية اتقطعت، اللوحات ما رجعتش المرور تاني، فهي متبع. فبنقول حضرتك مسؤول قدام المرور بصفتك صاحب اللوحات المعدنية، وبتثبت موقفك انك بعت العربية. لو نزلت معطل ترديد ولا حاجة بتقدم صورة من العقد المسجل، والنيابة بتحول جنح تبديد اللوحات على الراجل المشتري بالعقد المسجل. تمام؟ مش لاقي الراجل او الراجل ما قال لك النمر اتقطعت او مش هيرخص تاني، فتعمل مذكرة فقد للرخصة واللوحات المعدنية
وتسلمه المرور، وفي الحالة ديت بتعمل شهادة مخالفات وتسلمها مع مذكرة فقد اللوحات، وبندفعك الضريبة المتأخرة بحد أقصى 5 سنين عشان تقفل الملف خالص. لأن ممكن كل سنة أو كل فترة المرور يعمل لك محضر تجديد لعدم رد اللوحات المعدنية ولا عدم تجديد الترخيص. تمام؟ فأنت المسؤول قدام المرور لحد ما الراجل المشتري يرخص باسمه أو الموتوسيكل يرخص باسم حد تاني غير حضرتك. طول ما حضرتك المالك أنت عرضة لتحرير محاضر تبديد في أي وقت. تمام؟ مصطفى الدميري بيسأل: أنا كنت شاري عربية بتوكيل بيع وبيدها بعقد عرفي، ومش عارف لا أسلم اللوحات المعدنية ولا أعمل أي حاجة، فإيه المتبع وممكن المرور يحبسنا ولا لا؟ فبنقول المرور بيرفع أو بيعمل جنح التبديد اللوحات المعدنية على المالك اللي اسمه مذكور في المرور إن هو صاحب اللوحات المعدنية. تمام؟ فلازم تدور على الراجل المشتري ينهي الملكية أو ياخد عقد مسجل ويرخص باسمه. المهم موقف اللوحات المعدنية، شوف اللوحات دي راحت فين، حد رخص بيها، حد قطعها، لأنها زي ما بنقول بتعد على الراجل صاحبها الأصلي، وممكن يعمل له محضر تبديد ويجيب حضرتك بعد كده. فتبادئ لذلك شوف الراجل عمل ايه باللوحات، يا يسلم اللوحات للمرور يا يسجل ويرخص باسمه عشان ما تعدش على المالك الأصلي، وانت بالتبعية شريك معاه في موضوع محضر التبديد. تمام؟